في بداية الفيلم بتحكي لنا الأسطورة الصينية إن زمان جدا البشر والتنانين اتحدوا مع بعض وكانوا بيحاربوا مستحضرين الأرواح، وبعد سنين من القتال قدروا إنهم يهزموا مستحضرين الأرواح ويحبسوهم كمان بعيد عن عالم البشر. ولكن بعدها بيجي عصر إمبراطور طاغي وبيقضي على التنانين وبيحبس منهم كتير، وبعدها بنشوف شخص اسمه لين بيبيع دم التنانين لشخص اسمه دياو، وبعدها بيطلب منه 20 قطعة ذهب. وساعتها دياو بيقول له إنه لو جاب له تنين حي هيديله ضعف الرقم ده 1000 مرة. فلين وقتها بيتعصب جدا وبيقول له إنه ما يقدرش يجيب له تنين حي، وبيطلب منه ال20 قطعة ذهب وبيهدده كمان بالسلاح. فساعتها دياو بيديله الفلوس على طول، ولين بيؤمر رجالته إنهم يحملوا البرميل على عربية دياو. وبعدها بنشوف الشخص ده وهو شايل بنت صغيرة وبيحطها في المكان اللي بيبيعوا فيه دم التنانين، وبنعرف إن الراجل ده هو المساعد بتاع دياو. وبعدها لان بيسمع صوت البنت وهي بتعيط في المكان، فبيؤمر رجالته انهم يشوفوا الصوت ده جاي منين. واول ما بيخش واحد من رجالته بيتفاجئ ان البنت دي مرمية على الارض وفي حجارة كتير جدا طايرة حواليها، وبمجرد ما بيلمسها بتقع الحجارة دي على الارض. وساعتها بيضطر لين انه ياخد البنت دي معاه، وبنعرف ان لين هو قائد سجن التنانين. وبعد رحلة طويلة بيوصلوا أخيرا للقرية اللي فيها سجن التنانين. وبتعدي السنين وبتكبر بينج وبنشوف الست دي وهي بتصحيها، وبنعرف إن اسمها لاو، وبتقول لها تصحى علشان تروح تأكل الفراخ. وفعلا بينج بتروح تأكل الفراخ وبنشوف صديقها الفار اللي اسمه هاو. وبعدها بترجع البيت وبنشوفهم وهم بيحضروا كمية كبيرة من الأكل، وبنعرف إن كل الأكل ده رايح لسجن التنانين. وبنشوف لين وهو مستني السيدة لاو علشان ينطلقوا ويروح للسجن، ولكن للأسف السيدة لاو بتقع بالأكل وما بتقدرش تكمل الطريق، فبيرجع لها لين وبيكون عايز يضربها. فوقتها بنج بتلحقه وبتقول له أنا اللي هوصل الأكل للتنانين. فبيضحك عليها هو ورجالته وبيقول لها مستحيل تقدري تشيل الأكل ده كله، وبيؤمر بعدها رجالته إنهم يشيلوها الأكل. وبيتفاجئ هو وكل اللي معاه إنها قدرت تشيله فعلا، وبيكملوا طريقهم لسجن التنانين. وأول ما بيوصلوا السجن بتتفاجئ بنج إن الفار هاو موجود جوه الأكل، وبتكون عايزة تلحقه قبل ما يرموا الأكل للتنانين، ولكن للأسف ما بتلحقوش. وبعدها بنج بتستخبى لغاية ما لين ورجالته يمشوا من المكان، وبتمد حبل للحفرة اللي فيها التنانين علشان تنزل تجيب الفار هاو، ولكن للأسف وهي بتنزل بالحبل بتتعور في إيديها. وبعدها بيظهر الفار وبتحضنه وبتكون فرحانة جدا إنها قدرت تلاقيه. ووقتها بتتفاجئ إن في 2 من التنانين ظهروا قدامها. وبعدها بنشوف التنينة دي وهي جايبة بيضة سحرية وبتحطها على إيد بانج، وبتتفاجئ إنها قدرت تخفي الجرح تماما. وبتقول لها بانج إنها شافتهم قبل كده في الحلم، فبيأكدوا لها إن هم فعلا جولها في الحلم قبل كده. وبعدها بانج بتقول لهم إنها لازم تروح حالا. وبعدها وهي راجعة في الطريق بتشوف البيضة السحرية وهي بتطلع من الرسومات القديمة اللي على الجدران، وبتبدأ تمشي البيضة وبتاخدها لمكان بحيرة مية. وبتظهر التنينة اللي قابلتها قبل كده وبتقول لها إن البيضة دي فيها مولودها الجديد، وإنها محتاجة مساعدتها علشان تحافظ عليه وتقدر توصله للبحيرة اللي هيفقس عندها. وبتبدأ تدي قوة اللي تشي كلها لبنج. وبعدها بتصحى من النوم بنج وبتكون مخضوضة جدا. وبعدها بنشوف القلادة اللي على رقبتها بتنور، وساعتها بيحسوا بزلزال قوي جدا. فبتقول لها السيدة لو إن الهزة دي ما بتحصلش غير لما يكون في تنين مات. وبعدها بنشوف لان ورجالته جايبين التنينة اللي ماتت وبيبدأوا يقطعوها علشان يبيعوها في السوق. وبتشوفهم بنج وبتكون حزينة جدا. وبعدها بنشوف قائد الحرس ونائب الإمبراطور جايين القرية علشان يحبسوا لان، وبنتفاجئ إن دياو هو نائب الإمبراطور، وبيستغرب جدا لما بيلاقي بنت صغيرة عايشة في سجن التنانين، وبيقول إن أكيد في حاجة غلط. وفي اليوم اللي بعده بنشوف دياو وهو بيشرب الشاي وبيكون هيصب الشاي على الفار هاو، ولكن السلسلة اللي في رقبة بنك بتطلع طاقة وبتزق إيده لبعيد. وساعتها بيعرف دياو إنها حارس التنانين الجديد، وكمان بيعرف إزاي هياخدوا التنين اللي فاضل في القرية. وبياخد بنج وبيروحوا للسجن علشان يهددوا التنين ويجبروه إنه يروح معاهم لقصر الإمبراطور، وبيهدده وبيقول له إنه ممكن يقتل بنج قدامه. وساعتها بيستسلم التنين اللي اسمه لانج. وفي اليوم اللي بعده بنشوف جنود الإمبراطور وهم مسلسلين التنين لانج، وبيكون دياو واقف على السور وبيهدده لو ما دخلش القفص هيقتل بينج. ولكن بينج بتقدر تهرب منه وبتستخدم قوة التنانين، وبتضرب الصخرة اللي فوقيهم علشان تحاول تفك التنين من القيود، وبتنجح فعلا إنها تعمل كده.
وبتبدأ معركة شرسة جدا بينها وبين جنود الإمبراطور، وكمان التنين لانج بيقاتل معاها بشراسة. وساعتها دياو بيطلع حشرة من إيده وبتقرص بانج وبتخليها تفقد الوعي في الحال، وبياخد منها بيضة التنين وبيرميها من على الجبل. فبيجي التنين لانج وبيطير وراها لحد ما بيقدر ينقذها. وبنشوف ساعتها دياو وهو مبسوط جدا بإنه قدر يوصل لبيضة التنين. ووقتها بيجي قائد الحرس وبيطلب منه يديله البيضة علشان الإمبراطور أمره إنها تكون معاه، فبيديها له دياو وبيكون حزين جدا. وساعتها بنروح لبنج اللي بتكون فاقدة الوعي، وبيحاول التنين لانج إنه يفوقها. وبعد ما بتفوق بتقول له إنها لازم ترجع القرية حالا علشان والدتها السيدة لاو زمانها قلقانة عليها جدا. فبيسألها التنين لانج وبيقول لها هتتخلي عني أنا والتنين الصغير كاي. وفي الوقت ده بنعرف إن التنين الصغير اللي في البيضة يبقى اسمه كاي، وبيقول لها إنك وعدتي والدة كاي إنك تكملي الطريق للنهاية. فبتقول له أنا ما وعدتش حد بحاجة. فبيتعصب عليها التنين لانج وبيسيبها وبيمشي. فبنج بيصعب عليها الموقف جدا وبترجع في كلامها، وبيبدأوا رحلتهم علشان يروحوا قصر الإمبراطور ويستردوا بيضة التنين كاي. وفي الطريق بنشوفها وهي بتخيط له الجرح وبتفضل تقول له إنها طول عمرها بتنجذب للتنانين، ولغاية دلوقتي هي مش عارفة السبب. وبعدها بنروح لدياو وقائد الحرس اللي بيكونوا وصلوا لقصر الإمبراطور. ووقتها الإمبراطور بيشكر دياو جدا علشان قدر يجيب بيضة التنين كاي. وبعدها الإمبراطور ما بيكرموش ولا حاجة وبيقول له إنه يقدر يشوف الحشرات بتاعته، وبيسخر منه قدام الحشد الملكي. وبيخرج دياو وهو متعصب جدا. وبعدها بيدخل معمله السري وبنشوف الراجل اللي كان معاه وقت ما اشترى دم التنانين، وبيكون اسمه تشاو، وبينادي عليه وهو متعصب جدا. وبعدها دياو بيمسك تشاو من رقبته وبيقول له لازم تجهز نفسك علشان هنعمل حاجة هتقلب المدينة. وبنعرف إن دياو ناوي يسرق بيضة التنين كاي ويقدمها للآلهة علشان يقدر يحرر مستحضرين الأرواح. وساعتها الخادم بتاعه تشاو بيكون مصدوم من اللي بيسمعه. وبنروح لبنج هي والتنين لانج وبيكونوا ماشيين في ممر مرسوم عليه كل الحروب اللي كانت ما بين البشر والتنانين ومستحضرين الأرواح. وبيحكي لها التنين لانج إن التنانين والبشر كانوا أصدقاء، ولكن الإمبراطور الطاغي قرر يتخلص من التنانين للأبد سواء بالقتل أو بالسجن. وبعدها بيوصلوا البوابة مقفولة وبيكونوا عايزين يدخلوا القصر بأي طريقة. ووقتها بيظهر تشاو وبيتعرف على بانج وبيقول لها إنه عنده طريق مختصر يقدر يوصلهم للقصر، ولكن للأسف التنين لانج مش هيقدر يروح معاهم. وبعدها بنروح للإمبراطور اللي بيكون قاعد مع ابنه، وساعتها ابنه بيبلغه إن بيضة التنين كاي بدأت تفقد لونها. وبيستأذن قائد الحرس من الإمبراطور وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بنروح لتشاو بينج وهو بيعلمها ازاي تتحكم في قوة التشي بتاعتها، وكمان ازاي تقدر تستخدمها في القتال. ولكن بالغلط قوة التشي بتاعتها بتخبط في تابوت مستحضرين الأرواح. وبتسأل تشاو هم أموات ولا لأ، فبيقول لها إنهم أموات نايمين وإنه أي خطأ ممكن يصحوا تاني ويدمروا العالم. وبيأمرها إنها تمشي وراه بسرعة وتركب معاه المركب. وبنعرف إنهم عملوا خطة هم التلاتة علشان يقدروا يدخلوا بنج القصر الإمبراطور. والخطة هي إن التنين لانج هيهجم على حراس القصر وهي تستغل انشغالهم وتدخل القصر بكل سهولة. وفعلا بيشوف التنين لانج وهو بيقاتل الحرس بكل شراسة، وبتنجح بنج في إنها تدخل القصر وبتقدر تهجم على الإمبراطور وبتضرب كل الحرس اللي حواليه. وكمان بتقدر في آخر لحظة تاخد بيضة التنين كاي. وبعدها بتبدأ رحلتها في الهروب من القصر، ولكن وقتها بيظهر واحد من الحرس وبيبدأ يهجم عليها وبتقدر إنها تهزمه ببراعة. وبعدها بيظهر ابن الإمبراطور وبياخد منها بيضة التنين كاي وبيقول لها إن هو الإمبراطور المستقبلي. فبتحاول بنج تاخد منه البيضة بكل قوتها، وساعتها بيضربها ابن الملك بالقلم، ووقتها هي كمان بتضربه بالقلم. وبعدها بتسيبه وبتمشي، ولكن ساعتها ابن الإمبراطور بيرمي تحت رجلها قالب من الحبر علشان يطبع في رجليها ويقدروا إنهم يوصلوا لها. وبتروح بعدها بنج لتشاو وبتقول له إنها قدرت تنقذ بيضة التنين كاي. وبعدها بياخدها وبيحاولوا يهربوا من المكان، ولكن بيظهر وقتها دياو وبيكون عايز ياخد بيضة التنين كاي. فبيترجاه المساعد بتاعه تشاو إنه ما يعملش كده. وساعتها دياو بيطلع من إيديه عنكبوت علشان يقرص بنج، ولكن ساعتها الفار هاو بيقدر يتصدى ليه. وبعدها للأسف بيظهر عناكب كتير في المكان وبيهجموا على بينج، وبتظهر إن كل دي مؤامرة عاملها دياو وتشاو. ولكن قبل ما يمشوا تشاو بيدي بينج مضاد للسم علشان ما تموتش وتقدر توصل لهم مرة تانية، وبيأمروا دياو إنه يحصلوا بسرعة. وبنعرف وقتها إن تشاو بيعمل كل ده غصب عنه.
وإنه مش شخصية شريرة ولا حاجة. وبعدها بنروح للتنين لانج وهو مستني بينج خلف البوابات، وبنرجع لبينج اللي بتكون فاقدة الوعي، وبيجي قائد الحرس وبيقبض على بينج وبيسألها عن بيضة التنين كاي. وبعدها بنروح لدياو وهو واخد بيضة التنين كاي وبيحطها في وردة اللوتس، وبيخلي العناكب تهجم على تشاو علشان تقضي عليه، وبيدخل هو في التابوت علشان يخف من المرض الجلدي اللي عنده. وبتبدأ البيضة تتفاعل مع العناصر اللي حواليها. وبعدها بنروح لبنج وهي بتقول للفار هاو إنه يروح للتنين لانج ويبلغه باللي حصل. وساعتها بيروح له الفار وبيقول له إن تشاو غدر ببنج وسلم بيضة التنين لدياو. وساعتها التنين لانج بيتعصب جدا وبيبدأ يكسر في الجدران. وبعدها بنشوف تشاو وبنج وهم بيجروا على المعمل علشان يوقفوا دياو عن اللي بيعمله، ولكن للأسف بيكونوا اتأخروا جدا. وبتحاول بنج تدخل وبيمنعها تشاو وبيقول لها إنه خطر جدا على حياتها. وبيجي قائد الحرس وبيرميهم هما الاتنين من على البوابة، وبيقول لهم إن هو اللي هيدخل وينقذ بيضة التنين كاي. وبيحاولوا هما الاتنين يمنعوه ولكن ما بيقدروش. وبمجرد ما قائد الحرس بيدخل شعره كله بيتحول لأبيض وبيكون على وشك الموت، ولكن تشاو وبينج بينقذوه في آخر لحظة. وتشاو بيقول لهم إن أي حد هيدخل الغرفة دي قوة التشي بتاعته هتنهار. وساعتها بينج بتقول له إنها لازم تدخل، ولكن وقتها تشاو بيمنعها وبيبدأ هو يسحب بيضة التنين كاي من الغرفة، وفي المقابل بتتسحب كل قوة التشي بتاعته، وبيقدر في آخر لحظة إنه يحصل على بيضة التنين. وبعدها بنشوف قوة غريبة بتضرب مقابر مستحضرين الأرواح، والتوابيت بتبدأ تتفتح وبيخرج منها الأموات وبيبدأوا يهجموا على المدينة كلها. وقائد الحرس بيحاول يتصدى ليهم هو والجنود. وبنروح للتنين لينج وهو بيحاول يخلص على دياو، وبنشوف دياو وهو بيتحول لتنين ضخم جدا وبيبدأوا يقتلوا بعض بكل عنف، ولكن في الآخر التنين لينج بيقدر ينتصر عليه. وبعدها بنشوف قائد الحرس وهو بيدي بيضة التنين لبانج وبياخدها التنين لينج علشان يروحوا البحيرة اللي هتفقس عندها. وساعتها التنين لينج بيكون مصاب وبيقع من مسافة عالية جدا، وبيطلب منها إنها تروح للبحيرة بسرعة. وبتوصل للبحيرة أخيرا وبتنزل البيضة في المية، وبعد شوية المية بتنور وبيخرج التنين كاي وبيحضنوا بعض وبيكونوا مبسوطين جدا في النهاية. وبعدها بيجروا على التنين لانج علشان يفرحوه، ولكن للأسف بيلاقوه بيموت. وبتحزن عليه بينج وكاي جدا، ووقتها بينج بتساعد جسده إنه يصعد للسماء، وبعدها بيغمى عليها على طول. وبعد ما بتفوق بتاخد التنين الصغير للقرية مرة تانية، بس المرة دي القرية ما فيهاش سجن للتنانين. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت تقول لنا الفيلم الجاي حابب يكون ايه. سلام.